بنتولد صفحة بيضة، كتاب فاضي مفيش فيه غير البراءة والحب والطيبة. لو مقتنع بالكلام ده فتعالى معايا نرجع بالزمن لورا شوية، والمكان جامعة ستانفورد. العلماء هناك قرروا يعملوا تجربة بسيطة على طلبة بعض الصفوف. قسموا الطلبة لنصين وقالوا لهم هنلعب عسكر وحرامية، اللي على اليمين هيكونوا العسكر واللي على الشمال هيكونوا المساجين. وقرروا يراقبوا الأطفال دول لمدة أسبوعين كاملين. عاوز أقول لك إن التجربة أسفرت عن شيء مرعب، لدرجة إنهم قرروا يوقفوها بعد 6 أيام بس. الأطفال اللي كانوا بيمثلوا إنهم حراس مع الوقت بدأوا يكونوا أقسى وأشرس وأكثر عنف وأذى. أذى حقيقي مش تمثيل. والأطفال اللي كانوا بيمثلوا إنهم مساجين دخلوا في حالات اكتئاب حقيقية وبدأوا ينهاروا واحد ورا التاني. دماغنا يا رفيق الدرب ما بتستناش كتير عشان تعتبر نفسها جزء من فريق وتبدأ تدافع عنه بكل ما تملك، حتى لو ده هيخلينا نأذي ناس تانية. يا أخي أنت نفسك افتكر لما عملت قصة شعر جديدة أو لبست لبس مختلف ورحت المدرسة، كم واحد اتريق عليك وعلى اختلافك لمجرد إنه حاسس إنك خرجت بره السرب؟ وعلى فكرة إحنا مش بس عايزين نكون جزء من مجموعة، إحنا كمان عايزين نكون رقم واحد في نفس المجموعة. انت مثلا كم مرة اتريقتي انت وشلتك على لبس او تصرفات واحدة معاكم من نفس الشلة عشان بس تثبتوا انكم اعلى واحسن؟ بس يا رفيقة الدرب ما تبصش لنفسك بصة وحشة كده، دماغنا مش شريرة قوي برضو، وفكرة الجماعة مش لازم تكون عبارة عن مجموعات صغيرة بتكره بعض. الحمد لله مخنا مرن ومش قفل، فبيقدر يكفي احتياجه من انه يكون في مجموعة عن طريق انه يعتبر المجموعة دي الوطن، الإنسانية، النوع، حاجات عامة وشاملة وبتقلل من الكره والنزاع. بس ده مش دايما لطيف يا رفيقي. صح، حاجة زي اللون والنوع والعرق حاجات شاملة وعامة، لكن في نفس الوقت بتخلي الشخص يحس بتميز وهمي والتفوق ملوش وجود. ناس بتحس بالتميز لمجرد انها اتولدت على بعد نصيتين من الشانزليزيه، او لان درجة لونها افتح شوية، او شخص يحس بالتفوق لانه اتولد علاء مش آلاء، ودي من اسخف الحاجات اللي ممكن حد يفتخر بيها. والسبب في ده هو ان مخنا عنده تحيز ذاتي قوي جدا، دايما بيخلينا مصدقين اننا رقم واحد في كوكب الارض. وعشان نقدر نتعاطف مع غيرنا محتاجين نحارب التحيز ده، ومين يقدر يحارب دماغنا غير دماغنا؟ عشان كده يا رفيق الدرب في منطقة كده في مخنا اسمها التلفيف فوق الهامشي الأيمن، ما علينا يعني مش مهم. المنطقة دي هي المسؤولة عن تصحيح أخطاء التحيز الذاتي، واللي بتخلينا نقدر نحس بغيرنا، نقدر نكون بشر. لكن لو المنطقة دي حصل فيها خلل ساعتها هنفقد قدرتنا على التعاطف، وده مش غريب على بعض البشر النهاردة. تانيا سينجر قررت تعمل لنا تجربة لطيفة وجابت شخصين وخلت الشخصين دول يبدأوا يلمسوا بعض الحاجات المختلفة، أشياء مقرفة، أشياء مخيفة، وأشياء تانية لطيفة. الشخصين دول لما كانوا بيلمسوا نفس الحاجة كانوا بيقدروا يحسوا ببعض، كانوا بيقدروا يفهموا شعور بعض. لكن لما حد كان يلمس حاجة مقرفة والتاني يلمس حاجة عادية، التاني كان بيستغرب من رد فعله ويتهمه إنه بيبالغ. يعني يا رفيقي اللي عايش مرتاح مش هيقدر أبدا يحس باللي طلعان عينه. وعشان كده فكرة إن يكون بيدير حياة الفقراء ويتحكم فيها هم ناس أغنياء فكرة فاشلة جدا، لأنهم عمرهم ما يحسوا بيك وهيفضلوا فاكرين إن شكواك المستمرة هي دلع مش أكتر. خليني بقى أكلمك عن فرضية لذيذة اسمها فرضية العالم العادل، ودي باختصار إن دماغنا عنده قناعة إن العالم بتاعنا عادل، الكويس بيتكافئ والوحش بيتعاقب. الفكرة دي هي اللي بتخلينا كل يوم نصحى الصبح نروح الشغل في عز البرد، هي اللي بتخلينا مكملين. أصل معلش يعني إحنا لو شفنا العالم فوضى ومش ماشي بنظام عادل ومفيش فايدة من سعينا هنكمل ليه؟ بس خليني أقول لك إن الواقع مش كده. الناس الشريرة ساعات بتفلت من العقاب عادي، وناس كتير طيبة اتظلموا، وهو ده حال الدنيا. لكن بقى دماغنا بتخاف من الازدواجية، وما ينفعش تكون مقتنعة إن الدنيا عادلة وتلاقي مشاهد على أرض الواقع غير دي بتحصل. فبتضطر تلجأ لحاجة من اتنين، يا إما تقتنع إن العالم ظالم وده في حد ذاته شيء مرعب لعقلنا، أو يبدأ عقلنا يقنعنا إن الضحية أكيد عملت حاجة تخليها تستاهل اللي حصل. وللأسف يا رفيق الدرب الاختيار التاني هو اللي بيكسب دايما. فلو شفت بنت في الشارع وحد اتحرش بيها مش هتتعاطف معاها وتقول إنها ضعيفة واتظلمت، لكن دماغك هتبدأ تطلع مبررات زي إن لبسها كان ملفت، أو إيه اللي نزلها في الوقت ده لوحدها، أو حتى تتهمها إنها هي اللي عاوزة كده. وده ليه؟ عشان دماغنا بترتاح أكتر لما تطلع مبررات بدل ما تصدق إن الشر ممكن يحصل لأي حد، وأي حد هنا ممكن يكون زوجته أو أخته أو بنته. في نقطة تانية مهمة جدا، وهي إنك لو شفت شخص شبهك وظروفه نفس ظروفك وحصل له موقف صعب، دماغك برضه هتحاول تطلع مبرر إن الشخص ده يستحق اللي حصل له. ليه؟ عشان السيناريو قريب مننا، ولو الشخص ده ما عملش فعلا حاجة تخليه يستحق اللي حصل فده معناه إننا كمان معرضين يحصل لنا كده.
لكن لو شفت شخص بعيد عنك وظروفه غير ظروفك هتقدر تتعاطف معاه بسهولة، لأنه وقتها دماغك ما بتعتبرش إنك مهدد. دماغنا عجيب يا رفيقي، بيخلينا نحب ونكره ونتعاطف وندي مبررات، كل ده عشان يحمينا حتى لو كان التمن قاسي. فالمرة الجاية لما تيجي تحكم على ضحية أو تدي مبررات للجاني، افتكر إن مخك بيعمل كده عشان يحميك من الخوف، وإن ده مش حكم عادل فعلا. وربنا ينجينا من قسوة المنطق الغير منطقي. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، تشترك في القناة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.